كابتن بيسا، يعني قبل ما نخش بقى في موضوع سمارت واهدافه وطموحاته، قول لي ايه رايك في الترسانه بدايتها السنه دي وبقى لهم 10 سنين ما شافوش الاضواء زي ما بيقولوا يعني. والله يا كابتن، يعني انت بتتكلم في تاريخ نادي الترسانه، تاريخ. انا عارف ان الحاج طارق السعيد موفر كل حاجه للنادي. بدايه الموسم السنه دي ان شاء الله هم بداوا مع سكه الحديد. حصل تعادل، بس هو بيقول لك تعادل بطعم المكسب، لان هو اصلا اتطرد منه في الترسانه في اول 10 دقائق. لعيب اتطرد فكمل باقي الماتش وهو ناقص. فمعظم الجماهير جوه النادي بيقول لك لا، ده احنا خارجين يعني الماتش ده يعتبر لينا مكسب في الماتش دوت. طبعا دكتور طارق السعيد وكابتن مروان عبد الغفار وكابتن محمود شاكر، طبعا تاريخ كبير طبعا في التدريب. فان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله السنه دي باذن الله الترسانه تكون موجوده باذن الله ان شاء الله. كل سنه بقى لهم 10 سنين كل سنه يقول لك هنصعد واحنا بنلعب على الصعود كويس. وفعلا جالهم اكتر من موسم كان خلاص على اخر تكه، يعني هم كان في ماتش الشرقيه واخر ضربه جزاء اللي حطوها صعدوا، وماتش جمهوريه شبين، ماتش جمهوريه شبين اللي اتلعب في الشرطه وكان علاء نوح اللي ماسك. وايه ده لاعب من جمهوريه شبين اتطرد في اول 5 دقائق. اول 5 دقائق يعني الماتش خلاص الترسانه صعد. بس في الاخر بقى، يعني هل انت شايف ان هم زهقوا من حكايه ان احنا هنصعد فقال لك بقى خلاص احنا هنعمل مشروع وننزل بمتوسط الاعمار فنقعد سنتين بقى نصعد، ولا وممكن تيجي معاهم ولا ايه؟ والله يا كابتن اللي احنا كنا سامعينه ان الحاج طارق السعيد لما جاب دكتور طارق السعيد قال لك في مشروع بيتبني من تحت لفوق، فده ممكن يكون وارد. بس انا برضو النهارده مشروع سنتين بس يا كابتن. ايه؟ مشروع سنتين بس؟ انا مش عارف بالظبط قد ايه. هو قال سنتين. انا مش يعني انا مش عارف المعلومه قد ايه، بس انت النهارده بتتكلم نادي ترسانه تحت الممتاز، فانا عايز اصعد، فهيبقى برضو ماسك في الفرصه. النهارده في الدوري، النهارده في فرق كبيره مش نادي ترسانه بس. ايوه. فالنهارده برضو النادي الترسانه لا عايز السنه دي يعمل حاجه كويسه. ايوه. نتمنى طبعا الشواكيش، قلعه الشواكيش طبعا انديه جماهيريه وعندها قاعده جماهيريه كبيره جدا جدا، فنتمنى ان هم يرجعوا للاضواء تاني، وخصوصا ان هم بقى اصبح عندهم امكانيات. لان بص من حوالي مثلا 5 سنين اللي تحت كده ما كانش فيه امكانيات، المحلات بقى رجعت بقت تمليك وبقى يضخ اموال رهيبه بصراحه في خزينه نادي الترسانه، فهم يستحقوا ان هم يرجعوا ممتاز ان شاء الله يعني.